السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى دايما تكونوا بخير يا رب. ان شاء الله النهارده عامله معاكم السمك الموزه والرز الصياديه والسلطه البلدي. ان شاء الله رب الطريقه تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد وتدوسوا لايك. نسمي بسم الله كده ونخش على ايه، على السمك الجامد بتاعنا. ان شاء الله رب الطريقه تعجبكم. نسمي بسم الله. هنا عندي سمكه موزه كده حلوه قوي. بص بتبقى عامله ازاي، كبيره كده وما فيهاش قشر ولا اي حاجه. الموزه بتبقى ناعمه جدا وبتبقى طازه. بقى تعرفوا ان هي طازه ازاي؟ الخياشيم بتاعتها بتبقى حمراء قوي. بصوا خياشيمها بتبقى حمراء كده ومش طريه، بتبقى حمراء يعني واضحه كده، وعينيها بتبقى بتلمع. بصوا الخياشيمها عامله ازاي، يعني حاجه طازه كده، بتبقى حمراء قوي كده بالمنظر ده، وبتبقى ملساء خالص ما فيهاش اي قش. دي الموزه. لكن النوع التاني السردينه اللي هي بتبقى فيها قش من بره. هنضفها، هي بتبقى تنظيفها سهل جدا، ما فيهاش بس غير ال الحاجات اللي من بره دي كده. الزعانف بتاعتها اللي من بره دي اللي بنقصقصها دي كده بالمقص، بتبقى من في بطنتها، من ايه، من فوق ومن تحت. والديل بتاعه برضو بنشيله. في الظهر برضو في ايه، حته صغيره كده بنشيلها بس كده. وفي فتحه صغيره من تحت خالص كده بنحط المقص فيها وبنفتحها. تبقى بالمنظر ده كده. نعمل كمان واحده معاكم. الزعانف بتاعتها ديت اللي بنشيلها بالمقص، والديل برضو بنشيله. في الظهر برضو في زعنفة كده برضو بنشيلها، وفي فتحة صغيرة كده من تحت خالص في بطن السمكة من تحت بنفتحها كده. وبتبقى سهلة جدا في تنظيفها، انضف من البلطي بكتير. السمك الموزة دوت والسردينة بيبقى ليه اوانه برضو في الشتاء، يعني ده اوانه في الشتاء ما بيقعدش كتير. بص بالصبع الكبير كده واروح حاطه تحت الخياشيم، بنزل الخياشيم كلها بالمصارين بتاعتها بس كده. نشفت مفيهاش اي حاجه تاني. هنعمل كل الكميه بالمنظر ده كده ونرجع لكم تاني عشان نغسل السمك. بصوا انا نضفت كل الكميه بس لسه ما غسلتهوش. بيتغسل بكل سهوله تحت الحنفيه. بتعملي سرسوب للحنفيه كده وبتغسل بكل سهوله، يعني سهل جدا. بصبعك كده بتشيلي بس اي دم زياده كده في البطن من جوه كده عند السلسله بتاعت الظهر، بيبقى فيه دم يعني زياده كده كتير. بصابعنا كده بنشيله تحت الحنفيه، وبنغسل مكان الخياشيم كده اللي احنا شلناها. وبنغسل من بره كويس جدا كده. هو يعني نضيف جدا، مفيهوش اي حاجه يعني خالص. بس بصوا بيبقى زي الفل اهو، مفيهوش دم ولا اي حاجه من جوه. بس كده نغسل كل كميه بالمنظر ديت. وهنكوا بقى على ايه، على منقوع نعمله السمك كده. بيبقى حلو جدا، ما بيشيل كل الدم اللي فيه الزياده. كده غسلنا كل كميه. لقينا كمان في بطاريخ اهيت في السمك. لقينا في بطاريخ مخرز وبطاريخ اللي هو الناعمه دي كده. هنا عندي ليمونه كبيره. اول حاجه هنحط معلقتين دقيق كده. مش هنحط ملح ولا اي حاجه عشان السمكه دي صغيره مش هتستحمل الملح. وهنحط معلقتين دقيق وليمونه كبيره بس، مش هنحط اكتر من كده. ليمونه ودقيق. معلقتين دقيق وليمونه كبيره. هنحط بس عليهم الميه كده واحده واحده ونقلب عشان ما تعملش تكتلات كده معانا. بس كده قلبنا الدقيق في الميه والليمون. ونحط بقى ايه السمك بتاعنا. حاولي كده ايه 10 دقايق ربع ساعه قبل ما نحضر الخلطه بتاعته، وبعد كده نغسله غسله كده نضيفه وخلاص. اهو كده هنحط السمك بقى كده. حطينا قشر الليمون معاه برضو. وهنحط السمك بعد ما نضفناه كويس جدا تحت الحنفيه، هو مفيش اي حاجه. هنحطه بس قيمه 10 دقايق كده بس، لو فيه دم زياده ولا حاجه بينزلها. ما بيخلولوش زفاره ولا اي حاجه. بس كده هنركنه قيمه 10 دقايق عقبال ما نحضر ايه. وبرضو
البطاريق برضو هنحطها برضو في الجنب كده. بس كده هنسيبه لغايه ما نحضر الخلطه بتاعتنا. كده سبته بقى ايه يعني، انا سايباه كده في الميه اهوت عقبال ما احضر الخلطه بتاعتنا. كده هنا عندي توم وعندي هريسه شطه حلوه يعني مش حراقه. دي هريسه شطه حلوه اللي هي الفلفل الرومي يعني مش حراق. وعندي التوم، وعندي هنا فلفل، عندي ملح وكمون وفلفل اسمر وكزبره ناشفه وشطه حسب الرغبه. وانا التومه ديت اللي عاملاها معاكم في القناه اللي هي بتاعت ايه، بتاعت قشر التوم. قشر التوم اللي هو الاخضر الصغير، كنت مخليها لخلطه السمك والبتنجان المخلل. فخدنا منه كده معلقه كبيره حتى تلاقوا لون التومه حمراء يعني لونها احمر. كنت حاطه لها هريسه شطه وانا بفرمها في المفرمه. وعندي كده 3 ليمونات كبار. طبعا السمك بيحب الليمون جدا، على قد ما تقدروا كتروا الليمون، هيخلي السمك بقى ولا فيه زفاره ولا فيه اي حاجه. بس كده هنحط كميه الليمون دي كلها على الثوم وهريسه الشطه. هريسه الشطه حلوه يعني مش حراقه، بتخلي لونه احمر وردي كده وجميل. بس كده هنعصر الليمون على الثوم وهريسه الشطه والبهارات اللي احنا حطيناها. حطينا ملح، كمون، فلفل اسمر، كزبره ناشفه والشطه حسب الرغبه. بس كده يعني على الكميه دي انا حطيت حوالي معلقه ونص من الملح، والبقيه المكونات التانية نص معلقه ونص معلقه من كل حاجه صغيره. كده بنعصر الليمون. بس كده هنعصر الليمون كده بالمنظر ده كده، ونقلب الخلطه دي كويس جدا اهي. بس دي خلطتنا بقى لايه، اي سمك تتخيلي يعني، سمك بولتي، سمك مكرونه، سمكه موزه، سمكه سردينه، الخلطه دي لكل السمك حلوه جدا. ولو عايزه تخرطي فيها فلفل اخضر كده في الكبه او في الهون كده، تحطي فلفل اخضر رومي تحطيه عليه برضو بتبقى حلوه. كده احنا شلنا بس الميه عامله ازاي، شلنا السمك من الميه. بصوا الميه كده، بصوا عامله ازاي كلها دم كده. هنبتدي بقى نشطفه تاني تحت الحنفيه شطفه يعني سريعه كده. بعد ما شلناه من الميه كده هنشطفه شطفه تاني تحت الحنفيه. بصوا بقى عامل زي الفل من جوه، الدم الزياده اللي فيه كله نزل وبقى زي الفل. هنشطفه شطفه كمان وخلاص. كده بعد ما شطفناه كمان شطفه كمان بسرعه كده تحت الحنفيه، نبتدي بقى ايه نتوم السمك بتاعنا. نحطه بقى في كل كده في التومه كده اهو بالمنظر ده كده. بس كده بمعلقه كده، ونحط بقى ايه نتوم السمك من اوله لاخره كده والراس وكله. هنحط فيها توم برضو عشان طعم السمكه كلها. هنحطها في علبه عشان انا ايه لسه يعني مش هعمله دلوقتي. احطه في علبه كده واغطيه واحطه في التلاجة. وبعد كده بقى ايه يعني في برضو حاجات تانية هنحضرها، وبعد كده هنقليه مع بعض. يعني تفهيمه سهل جدا بمعلقه كده، ونحط برضو التومه في قلبيه كله وخلاص. ممكن نحط توم بسيط كده من كل واحده وواحده كده، ونحطه فوق بعضيه بقى. بس كده ونحطه فوق بعضيه. هنعمل الكميه كلها كده بالمنظر ده. هنخلص كل الكميه كده اهيت. وعندي حوالي كانت نص ليمونه فاضله، نحطها كده على الوش برضو. فاضت من الليمون يعني مش زياده، بالليمون اللي انا كنت عاملاه فاضت نص ليمونه حطيتها على الوش. اغطيه بقى بغطا كده واحطه في التلاجة لحد ايه اخلص بقيه الحاجات التانية. هنا بقى هنعمل السلطه البلدي الحلوه قوي. اول حاجه طبعا هنعملها في السلطه البلدي اللي نجيب البصل الاحمر، بيدي طعم حلو جدا للسلطه. هنخرط البصل اول حاجه خالص ونركنه على جنب. بنعملها كده البصل على 4 ونقطعها كده ايه طرشات كده خفيفه قوي.
بتديكي طعم حلو جدا جدا للسلطه البلدي. البصل لما يكون بصل احمر بالذات كمان، وتعمليه بقى بالخلطه اللي هقول لكم عليها دلوقتي وتركنوها، بتخلي طعم السلطه حلو جدا. بصي خلطنا كده كل البصله، بصله كبيره كده نخرطها كده حلقات خفيفه، وعندي ليمونه كبيره. دي بقى نركنها، وفي الاخر خالص بقى نعمل السلطه بتاعتنا ونحطها عندي الاكل بقى، عندي لما نيجي ناكل نروح حاطين البصله دي على ايه السلطه بتاعتنا. بس اقول لكم على خلطه كده بنعملها فيها بتبقى حلوه قوي كده. حطينا ليمونه كبيره كده على ايه على البصله. حطينا ليمونه كبيره، وهنا عندي ملح وكمون وكزبره ناشفه، وعندي برضو خل الابيض. حطي كده قيمه معلقتين كبار كده بس كده، ونقلب الخليط ده كويس جدا كده. البصله نقلبها كويس جدا كده بالليمون والخل. البصل الاحمر بيخلي السلطه جميله جدا، طعمها مميز وحلو قوي. جربوها لو انتوا بتستعملوا البصل الابيض، جربوا الاحمر هتلاقوه طعمه احلى من الابيض. كده بقى هنركنها على جنب لغايه ما نخرط بقى بقيه حاجتنا كلها ونسيبها كده. بقى ايه، عندي بصلتين كبار هنعمل الرز الصياديه. عندي بصلتين كبار كده نحط عليهم ملح، معلقه ملح صغيره كده، وهنقلبهم. بس كده. استنى بس الحله لما تسخن احط عليها شويه زيت كده حلوين، حسب طبعا كميه الرز اللي هتعملوها وحسب كميه البصل. عندي بصلتين كبار مخرطاهم على ايدي كده حته صغيره، واحطهم بقى على الزيت على النار. ده كده ده هنعمل بيه الرز. هنقلب في البصله كده لغايه ما يبقى اللون البني الفاتح. لسه هي بدات تصفر معايا، وانا محضره ميه مغليه جنبي يعني، حطها في الكاتل وسخنت. انتوا لو حطيتوا الرز في المرحله دي يبقى الرز بتاعكم لونه ابيض لسه شويه، لما يبقى اللون البني الفاتح، عشان يبقى الرز ايه كده، رز صياديه كده شكله حلو قوي، ويبقى طعمه برده جميل جدا. انا طبعا غسله الرز محضراه جنبي في المرحله دي، انا غسلاه ومحضراه، ما بغسلوش من في البدايه خالص عشان ما يبوشش معايا، بيبقى ايه مفتفت معايا. انا غسلاه في المرحله لما كان الرز ايه البصله بدات تصفر. غسلت الرز ومحضراه جنب اهوت لغايه ما خلاص هي تخش على السوا اهيت، يعني تبقى لون البني. وبعد كده انزل على الرز. لسه فاضل لها حاجات بسيطه خالص وننزل بالرز كده. خلاص بقت اللون البني الفاتح، ونقلب كويس جدا كده، نقلب حبه حلوين كده عشان الرز بتاعنا يطلع مفلفل وحلو. ننزل بقيه الرز الباقي واقول لكم بقى على الحاجات اللي هنحطها على الرز. لازم نقلب الرز كويس جدا. هنا عندي ملح، وهنحط فلفل اسمر، رشه كده من الفلفل الاسمر تدي برده طعم الرز حلو قوي. بس كده هنقلب بقى الخليط بتاعنا كويس جدا كده، الرز كويس جدا كده، شويه حلوين كده محترمين عشان الرز بتاعنا يطلع مفلفل وحلو. نقعد نقلب فيه شويه حلوين كده. بصوا انا كل شويه بقلب فيه، بفصل الكاميرا وافتحها بقلب فيه بس، ويبقى عامل ازاي مفلفل كده وحلو معايا. ابتدي بقى ننزل عليه بالميه المغليه. بيبقى الميه كده فوق منه حوالي بعقول الصباع كده، وبسيبه على نار عاليه. مجرد ما بيغلي معايا واروح موطيه عليه النار خالص. هوريهولكوا برضو احنا ايه بنعمله كده. خلاص هنشوف بس الملح بتاعه عايز ملح ولا لا.
وبعد كده ايه، نحط حبة ملح كمان، نظبط الملح بتاعه ونديله تقليبة ونغطيه على نار عالية، وبعد كده نوطي النار. بس كده لغاية ما بيغلي معايا، وبعد كده ايه نوطي النار. بصوا بيغلي معايا اهوت، هنديله تقليبة ونوطي النار في المرحلة دي بقى. في المرحلة دي بقى اوطي النار خالص خالص واسيبه بقى لغاية ما يستوي براحته. بصوا كده البصلة بقت على جنب كده، هنبتدي بقى نديها تقليبة خفيفة كده عشان ندخل البصل ده في قلبيها. ولسه مستواش، هياخد كمان حبة مية سخنين كمان. بصوا انا بس بخلي البصلة كده ايه، بقلبها في قلب الرز عشان هي بقت على جنب كده من فوق، ورز كده ناقص مية كمان. هنعمل حفرة في النص كده ونحط له ايه حوالي ربع كوباية مية، حوالي زي ما ياخد نص ربع كده يعني. بس كده انا حوالي كده حطيت نص كوبايه ميه. هنبتدي بقى نسيبه على نار واطيه جدا لغايه ما يستوي خالص كده، مش هنيجي جنبيه خالص. بس كده هنغطيه بقى ونحضر السلطه بتاعتنا. كده انا عندي الطماطم قطعتها الصغيره، عندي فلفل رومي، فلفل رومي كده نحطه على الطماطم، وعندي خيار مقطعاه برضو كده حتت صغيره، والبصل بقى كنت عاملاها في البدايه خالص، فيها كل حاجه، فيها الملح والكمون والكزبره الناشفه والشطه. طبعا لو حابين هتحطوا شطه، بتبقى احياء السلطه كلها في البصله. وهنا عندي خضره طبعا، عندي كزبره، انا بحط لها كزبره وشبت. السلطه البلدي دي بقى لو عندكم بقى مشاوي بقى مشوي يعني كفته او فراخ مشويه، تحطوا عليها كده مكعبات تلج او ميه ساقعه، بيبقى طعمها جميل جدا. والميه بتاعتها بتحطها في كوبايات، بتبقى طعمها رائع جدا في المشويات. بس انا عشان النهارده عامله سمك مش عايزه احط فيها ميه عشان بتتاكل مع الرز. في المشويات بقى ممكن تحطي الميه في كوبايه كده وتاكلوا السلطه دي مع قلب الكفته او الفراخ المشويه، بتبقى حلوه جدا. تحطوا لها مكعبات تلج او ميه ساقعه. فالنهارده عشان انا عاملاها مع السمك مش عايزه يبقى فيها نسبه ميه يعني، وبتبقى طعمها حلو جدا وشكلها جميل جدا ومغذيه وحلوه قوي. كده خلصنا من السلطه بقى. هنعمل ايه؟ هنقلي اخر حاجه ايه، هنقلي السمك. هنا بقى جبت السمك من التلاجة، وعندي هنا دقيق واحط عليه معلقه نشا. بس كده هاخد السمك كده، بس اشيل منه الزياده اللي على الوش دي كده عشان بس ما تنزلش في الزيت وتتحرق. اخد بقى الدقيق كده، انا حاطه يعني كميه دقيق كده حوالي كوبايه دقيق، وعليها معلقه نشا مليانه، معلقه مليانه يعني، عشان بتخلي السمك مقرمش وحلو. وانا محضره زيت على النار سخن جدا، لازم الزيت بتاع السمك يبقى مقدوح وسخن جدا. احضر كده لغايه ما السمك بتاعي يسخن قوي. السمك بالذات بيحب الزيت قصدي سخن قوي، عشان ايه ما يكسرش مننا واحنا بنحطه. بس كده هحط بالدقيق بقى الكميه اللي انا هحتاجها، وانفض من الدقيق كويس جدا كده عشان الدقيق ما يتحرقش في الزيت. استنى الزيت لما يسخن بعد كده احط السمك. الزيت سخن معايا كويس جدا كده. بس عقبال ما احط بقى دول في الطاسه يتحمروا، اكون انا عملت ايه بقيه السمك في الدقيق تاني واركنه اهو. دول كده عقبال ما يتحمروا كده اقلبهم كده بالراحه اهو احمر معايا. وانا ايه عملت التاني بالدقيق وركنته، واخدهم ورا بعض كده. وكده خلصت غدوتنا النهارده، ان شاء الله رب الطريقه تعجبكم. وهتشوفوا بقى في الاخر السمك عامل ازاي والرز والسلطه، حاجه كده حلوه جدا. لازم السمك على نار عاليه جدا اهو. بصوا بالمنظر ده كده خلصنا. شوفوا شكله عامل ازاي، حلو قوي ومقرمش وجميل جدا. لسه في كمان في الطاسه على النار.
اهو بالمنظر ده كده، بيبقى مقرمش وحلو قوي ومستوي من جوه. بصوا عامل ازاي، طعمه حلو قوي. السمكه الموزه دي طعمها جميل جدا، بتبقى مميزه عن السمك. وده الرز خلصناه وقدمناه بالمنظر ده كده، والسلطه برضو حضرناها اهيت. ان شاء الله النهارده اكلتنا تعجبكم باذن الله وتجربوها. كده خلصنا غدانا النهارده اهي بالمنظر ده كده. ان شاء الله رب التلات تعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتدوسوا لايك. وان شاء الله باذن الله هشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.